هلو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بقالي فترة مش بنزل فيديوهات. يمكن في ناس كتير سألت يا ترى كملتي التحدي ولا وقفتي. الحقيقة وقفت، والسبب اني كنت مشغولة في حفلة تخرجي، واللي بالنسبة لي ما كانتش مجرد حفلة تخرج بس، كانت فرحي كبير قوي. كنت بجازمه من فترة كبيرة جدا، ودي الصور والفيديوهات حابة اشاركها معاكم. نجم عماد الدين وليد علي. لحد دلوقتي بجد انا مش مصدقه ان خلاص مفيش دراسه. خلاص كده 4 سنين عدوا بسرعه جدا، وكلنا كنا بنسمع الجمله دي اللي هي احلى ايام هي ايام الجامعه. وصدقوني الجمله دي حقيقيه 100%. احلى ايام فعلا ايام الجامعه. وبما اننا احنا داخلين على موسم الجامعات والمدارس، واوريدي اصلا احنا دخلنا فعلا، انا الفيديو ده كنت عايزه اعمله من بدري قوي، ولكن احنا متاخرناش برضه. قررت اشارككم تجربتي مش كنصايح لكن كتجربه واقعيه بجد، ممكن انكم تستفيدوا منها. اول حاجه لازم تصدقوها هي ان اختيارات ربنا ليك دايما احسن من اختيارك، حتى لو انت مش شايف ده دلوقتي. تاني، اختيارات ربنا ليك احسن من اختيارك حتى لو انت مش شايف ده دلوقتي. دي ممكن تكون مسج ليك كده تصحيك وتعرفك ان ربنا دايما بيعمل الصح والخير ليك، لو انت مش شايفه دلوقتي، او ما تعرفش حكمته، او حتى ما تعرفش حكمتها دلوقتي ايه. لازم يكون عندك يقين ان كل اللي جاي خير واحلى بكتير من انك انت تتمنى. نيجي بقى في اهم سؤال. انا دخلت كليه نغم، اعمل ايه بقى؟ اول خطوه انك تجرب كل حاجة. انا عايزاك تكتشف نفسك او تتعرف على النسخة الجديدة من نفسك، زي مثلا انك تشترك في اتحاد الطلبة، تتعامل مع ناس كتير جدا، او مع الدكاترة، او مع اقسام مختلفة، تعزز ثقتك بنفسك اكتر واكتر. تاني خطوة، شارك في كل الانشطة بتاعت الجامعة. مش لازم تكون بتحبهم كلهم، لا، انا مش عايزاك اصلا تحب كل الانشطه، مفيش حد بيحب كل حاجه. انا عن نفسي كنت بشارك في اي نشاط الجامعه، اي نشاط في الجامعه انا كنت بشارك فيه. تمثيل تلاقي، كورال تلاقي، تصوير تلاقي، تنظيم تلاقي، كل حاجه، اي حاجه الجامعه كانت بتعملها هتلاقي نغم موجوده فيها. ومن هنا لقيت شغفي بالتصوير، حبيت التصوير جدا، وخدت كورسات تانية عشان ما يبقاش بس هواية، لا كمان يكون دراسة وفاهمة الزوايا الصح والإضاءة وكل ده. فعرفت التصوير وبقيت فوتوغرافر قد الدنيا الحمد لله. ومش بس كده، كمان مثلت في مسرح الجامعة وعلى خشبة مسرح السلام، وكانت بجد تجربة بالنسبة لي من امتع التجارب اللي انا خدتها، وكانت تحفة جدا وعززت ثقتي بنفسي اكتر، وخلتني اتكلم قدام الجمهور كبير. وده اللي خلاني اطلع دلوقتي قدامكم، واطلع اتكلم قدام الكاميرا عادي جدا، وممكن اتلخبط او ما اتلخبطش، بس انتوا ايه هتفهموني والدنيا تبقى ايه لذيذ. حاسه اني بتكلم بسرعه بس عادي، انا مش هشيل الحاجات دي في المونتاج، لان الحاجات دي هي اللي بتعلمنا وبتعرفك ان اي حد بيبدا مش لازم يكون بيرفكت 100%. انا لو عملت الفيديو ده بيرفكت 100% ده مش صح، انت لازم تغلط. انا عايزاك تغلط وتجرب. خطوه بتاخدها او بتعملها بتوصلك لنقطه معينه، تعرفك انت المفروض توصل لفين، او حابب النقطه دي يكون شكلها عامل ازاي. ودي ميزه انك تجرب كل حاجه، ولازم تجرب كل حاجه عشان تعرف انت بتحب ايه ومش بتحب ايه. واوعى تقول على حاجه انت ما جربتهاش انك مش بتحبها، استحاله يا جماعه، لازم تجربها. بالعكس انت ممكن تحبها وتبقى شاطر فيها كمان جدا جدا جدا، فوق ما انت تتخيل. بس خد التجربه، انت مش هتخسر حاجه يعني لو خدت التجربه. ايه يعني الجامعه؟ يعني مش هزار وضحك وذكريات حلوه واصحاب، لا مش بس كده. انا مش عايزاك تكتب صاحب واحد بس، اعمل شله واسعه وتعرف على ناس كتير قوي، مش لازم من القسم بتاعك. جرب تتعرف على طلاب من اقسام مختلفه، تعلم من كل واحد فيهم حاجه جديده، اكيد ممكن يكونوا جزء من الرحله بتاعتك اصلا. الدكاتره يا جماعه، الدكاتره هم بجد ما تشوفهمش ان هم ناس بيدوك محاضرات كده بس ويمشوا، لا، خد منهم خبره، استفيد من وجودهم ومعلوماتهم ومصادرهم، اكيد 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 هتستفيد منهم كتير قوي. مفيش حد هيديك معلومات دي تاني، صدقني. انا جايه لك بقى من هناك خالص، واقول لك مفيش حد هيديك نفس المعلومات دي. لو عوزت ساعتها تاخد تاني الحاجات دي هتاخدها بره بفلوس كتيره قوي. طبعا لازم تاخد كورسات وتقوي نفسك مع الجامعه لوحدها مش كفايه. خد اي كورس حابب ان انت تاخده، ممكن يفيدك، او حتى
حتى لو لغه انت ضعيف فيها لازم تقوي نفسك وتطور من نفسك وتعرف امتى تحط مجهودك ده في حاجه هتديك قيمه كبيره بعدين قوي. ولو حابين تاخدوا اي كورس زي الانجليش او التصوير، لو عندكم اي استفسارات تانية ممكن تكتبوها لي في الكومنتس وهقول لكم عليها او على كل المصادر اللي ممكن تستفيدوا منها. الحاجه الاخيره اللي عايزه اقولها لكم، صدقوا نفسكم، اعرفوا انكم شاطرين، اشتغلوا على نفسكم جامد قوي عشان تعرفوا تستمتعوا بعدين. متخليش اي حاجه تحبطكم، مش عايزه اي حد يحبطكم، بالعكس لو حصل خدوها كتحدي زي ما انا عملت في مشروع التخرج بتاعي. كان ان كل جروب يعمل كتاب، وانا في سنه ثالثه شفت رابعه بتعمل كتاب ليها، وانا قلت لنفسي ان انا هعمل كتاب لوحدي. ودي كانت حاجه كبيره قوي وصعبه قوي قوي برضو. اللي وقفوا جنبي وشجعوني بجد ودعموني جدا جدا هم اهلي. ان انا ما دخلتش مع جروب في الجامعه، ولكن جروب بتاعي كان هم العيله بجد. وعملت كتاب عن اوبرا وينفري اللي هي ما جاتش بالصدفه برضو، كانت علامه ان انا اعمل الكتاب ده. خليني اقول لكم هو ازاي. زي ما انا قلت لكم الاول، انا شفت في ثالثه ان هم بيعملوا في رابعه كتاب، وقلت ان انا هعمل كتاب لوحدي، ورابعه بتعمل كتاب من الجروب متكون من 10 افراد. فانا رحت للدكتور وقلت له انا عايزه اعمل كتاب لوحدي. هو في الاول رفض، قال لي ازاي، والكتاب ده بيبقى محتاج حاجات كتيره قوي وانتي هتعرفي، واحنا في وقت قصير، كان تقريبا شهر او شهر ونص، فهل هتعرفي تعملي دوت؟ فانا اقنعته، قلت له هعرف اعمل الكتاب لوحدي، والحمد لله وثق فيا واداني الفرصه ديت فعلا. ف كانت ما كنتش عارفه بقى الفكره كانت ايه، او هعمل كتاب اصلا عن ايه. اللي انا كنت عارفاه بس ان انا عايزه اعمل كتاب لوحدي او حاجه ليا لوحدي يكون مكتوب عليها اسمي زي كده. بصوا، نغم ياسين، بجد شيء تحفه، تاليف نغم ياسين. الحقيقه الكتاب ده يعني زي ما قلت لكم شجعوني ودعموني جدا في اهلي، فهم بجد سبب في الحوار ده كمان بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. خليني اقول لكم الفكره جت ازاي. في الاول انا دخلت خلاص دخلنا رابعه، واول محاضره كانت لينا من دكتور تاني غير الدكتور بتاع المشروع بتاع الكتاب، قال ان هو عايز ان احنا نعمل بحث عن اوبرا وينفري، مين اوبرا وينفري دي، وعم ياخدوا ايه معلومات بس، مش اساينمنت ولكن معرفه لينا. وانا بصراحه انا و3 اشخاص كمان ده اللي شدنا الموضوع، وقلنا اللي احنا هنعمل وقلنا هنعمل البحث ده. وانا اديتهوله للدكتور وقال لي ده كويس، انا كنت فاكر ان مفيش حد مهتم وكده، ولكن برافو عليكي يعني ان انتي بحثتي وجبتي المعلومات الحلوه دي. فعجبتني الفكره، قلت ليه ما ابداش من دي واروح اجيب المعلومات كلها واعمل كتاب عن اوبرا وينفري، واللي سميته رحله نجاح. اوبرا وينفري رحله نجاح. لو انتوا مش عارفينها هكتب لكم شويه كده معلومات، شويه كده معلومات صغيره عنها في الديسكريبشن تحت الفيديو عشان تعرفوا حاجات انتوا كمان عنها. حقيقة طبعا في عواقب كتيرة جت في الاول، يعني الموضوع ما كانش سهل ان الواحد يعمل كتاب ويكتب وكده، وانا ما جاش في بالي ابدا ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده في يوم من الايام، او ان انا اكتب يعني عموما. ولكن يا جماعة سبحان الله، ربنا لما بيحط لك حاجة في دماغك دي بيبقى لازم يكون لها سبب ما، لازم يعني مفيش اي حاجة كده اتحطت في خيالك فانت هتسيبها، لا، انت خد الفكره دي او خد الاشاره اللي جات لك دي واعمل بيها على طول. اي حاجه جت في دماغك صدقني بتكون ليها سبب ما او علامه او ساين لازم ان انت تشوفها او تعرفها. فركزوا جدا في الحاجات دي لانها بجد بتغير حاجات تانية كتير في حياتكم. اللي انا عايزه اقوله في الاخر والخص لكم الحكايه دي بسرعه جدا، انت تقدر تنجز شيئا قال عنه الاخرين مستحيلا. خليك واثق ان ربنا قادر على كل شيء، وانك انت قادر، وانك انت مش قليل. في حاجات كتيره قوي ممكن تعرف تعملها، ولكن لسه ما جايتش الفرصه بتاعتك، او لسه انت ما اكتشفتش نفسك انك ممكن تعرف تعمل ده. فانا عايزاكم تجربوا كل حاجه وما تخافوش من اي حاجه. اتفرجت على فيديو قبل كده وكان في شخص بيقول التجارب بالكتير بتقلل الاخطاء كتير، فانا عايزاك تجرب وتقلل الاخطاء بتاعتك. مش مهم انك انت تغلط، المهم انك انت تعرف الغلط بتاعك ده ايه وتصلحه.
فحاجات كده بسيطة ولذيذة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة جديدة عليكم ولذيذة. لو عوزتوا اي حاجة لها علاقة بالجامعة او صوت او اي حاجة اكتبوا لي في الكومنت. حابين تستفسروا عن اي حاجة تاني في الحلقة دي عموما اكتبوا لي في الكومنت، وقولوا لي كمان ايه اكتر حاجة نفسك تكتشفها في نفسك الفترة اللي جاية او عايز تكتشفها نفسك عموما في الجامعة. اكتبها لي في الكومنت وهفكرك بيها بعدين انك اكتشفت الحاجة دي ولا لسه. خليكم مستعدين الحلقة اللي جاية نفتح موضوع اعمق واقوى، وموضوع هيخليك تفكر في حياتك من زاوية مختلفة تماما. وهنكمل مع بعض بقيت 3 شهور بقى مش 6 شهور لاكتشاف افضل نسخة من نفسك. بقيت التحدي لسه مكملين ومش هنقف تاني باذن الله. واعملوا وجربوا يا جماعة عشان التجربة تستاهل بجد، مفيش احسن من التجربة. باي باي.